انطلاقا من فكرة أنا مش إله، حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى علي، بتكلم من ملبورن. النهاردة هنتكلم عن فكرة إن محدش فينا إله، عشان بس كلنا محدش فينا فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة، وأكيد رأيه هو اللي صح. في حاجات كتير ملهاش علاقة بالرأي، ليها علاقة بالذوق. حد بياكل تفاح، حد بياكل برتقان، محدش بيقول إن ده غلط أو ده غلط، كل واحد وذوقه. الثقة الزيادة اللي الناس بتتكلم بيها على ان الحاجة اللي هما بيقولوها دي اكيد هي الصح تعمل لنا مشاكل كتير. الحلقة بتاعت النهاردة بتتكلم على ان فكرة ان حد بيقول ده كان لازم يحصل وده غلطان جدا وعمل كده، او فلان عمل مشكلة كبيرة لما عمل الحاجة دي، ده بيخلي الناس عندها افق ضيق. اعتقد ان من اهمية الموضوع ده ان احنا نبقى يعني open minded و non judgmental، نبقى فاتحين مخنا شوية للآراء التانية. دي نتيجة ان حد بيكون mature enough وبيكون mature، يعني عاقل او ناضج فكريا، او حد كبر فكريا، يعني مش بس بالسن. ان ده بيخلي الانسان اصلا في حياته اسهل بكتير، وبيقدر يتقبل الاخر، وبيقدر ما يبقاش بيحكم على الرايح واللي جاي واكيد ده صح واكيد ده غلط. الفلكسبيليتي في المعامله بتخلي الانسان اسهل بكتير ان هو يتعامل مع الناس. الفكره هنا ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتقبل الاخر ايا كان هو عامل ايه. لان مثلا بعد دراستي للارت ثيرابي، يعني العلاج بالفن، عرفت حاجات كتير. انا اوريدي كنت يعني متقبله ناس وفاهمه ان هم خلاص كل واحد مختلف وخلاص، بس من بعد ما درست اتعلمت اكتر عن ان ازاي الدنيا ممكن تكون صعبه على حد، او كتير واحنا صغيرين بنبقى شايفين الحياه ابيض واسود، بس بنبقى شايفين الاطفال دايما يقول على حد ده صح جدا او ده غلط جدا، او خلاص هو عنده ابيض واسود في مخه وشايف ان هو ده الصح وده الغلط. فكرة ان احنا لما كل ما بنكبر بنعرف اكتر وبنشوف الاكسبيرينس، خبرات الناس اكتر وخبراتنا احنا كمان اكتر، وبنعرف ان هي مش واحد او يعني زيرو اور وان. دي دايما بتتقال في البروجرامينج ان هي يا واحد يا صفر، يا يا لا. دي زي ابيض واسود برضو، فهي لا كده ولا كده. انا مش عايزه اتكلم كتير في الموضوع، المفروض ان هو يكون الايديا الفكره وصلت لكم، بس اللي هزوده هنا ان احنا احيانا كتير جدا يعني لما بنلوم على حد في حاجه، يا اما احنا بنعملها بعد كده، يا اما بتكون اصلا الحاجه دي حد قريب جدا مننا بيعملها، يا اما الحاجه دي اصلا بتكون جوانا احنا واحنا مش بنبقى عارفين. يعني في قصه كان اخويا دايما بيقولها عن الاسد والنمر تقريبا، يعني الاسد ملك الغابه قاعد وجنبه النمر قاعد بيحكي على كل حيوان حاجه مش عاجباه، يقول ده مش عارفه بيعمل ايه، ده غلطان في ايه، ده ما بيعملش ايه، بيعيب عليهم او بيتريق عليهم على حاجات هما بيعملوها. بعد ما مشى النمر، مرات الاسد بتقوله انت ما لاحظتش ان كل الحاجات اللي هو بيقولها عنده هو مشكله فيه هو؟ فاحيانا الحاجات اللي ما بتبقاش عاجبانا حتى في ولادنا ساعات بنقعد نصلح لهم الحاجات دي، بتبقى عباره عننا احنا، بتبقى حاجه فينا احنا، ساعات ما بنبقاش واخدين بالنا منها. فبس خلينا نريز او نعلي سقف الاويرنس، الوعي بتاعنا، ان احنا نكون بنشوف الحاجات اللي احنا يعني نكون واقعيين في نظرتنا، يعني ونكون موضوعيين اكتر. يعني الناس اللي بتفكر ايوه لا طبعا ده غلط، ايوه لا طبعا ده صح، يعني ما بعدين هنكبر امتى؟ كبرنا يعني خلاص، ناس كبيره وبتشتغل و40 50 سنه، طب ما بعدين هنوصل لفين؟ عايزين دايما نبقى ريزنج، شايفين الوعي بتاعنا من غير حكم، يعني من غير ما نحكم على الناس ونقول اذا كان هم صح او غلط. خلاص نتفهم، في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، خلاص كل واحد وظروفه يعني. يلا سلام.